ازيكم حبايبي، احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كده كيكه سريعه جدا، مش هتاخد معاكي 10 دقايق. شايفه جميله ازاي وهشه، هشه جدا وطريه بجد، يعني مش قادره اقولك جميله ازاي، هتعجبكم قوي. قبل ما نبدا بالفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ويلا نبدا بالفيديو بتاعنا. اول حاجة بجيب بولة وبنزل عليها ب4 كوبايات كده من الدقيق، وعليهم كيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر، اللي هيريحك يعني اشتغلي بيه، مش هتفرق. وبنخلهم كويس قوي علشان لو في اي شوائب ولا حاجة وتكتلات كده بتطلع. وبركن المواد الجافة كده على جنب، وبجيب الخلاط بنزل ب3 بيضات. طبعا انتوا شايفين 4 صفارات في الطبق، هو انا لقيت في بيضة صفرتين بس، هما 3 بيضات. وبنزل عليهم ب1.25 كوباية كده من السكر. طبعا الكوباية اللي بتعيري بيها المقادير بتاعتك كلها. وبنزل عليهم كده كوباية من اللبن، وكمان كوباية الا ربع من السمنة. وبنزل بنص معلقة كده صغيرة من الفانيليا السايلة، لو مش متوفرة عندك انزلي ب2 باكت من الفانيليا البودر. وبنزل عليهم برشة ملح كده صغيرة خالص. وكمان بنزل بنص معلقة صغيرة كده من الخل الأبيض. وطبعا وضربت المكونات دي كلها كويس في الخلاط، ونزلت بيهم كده على المواد الجافة، وبتعجنيهم كده كويس بالسباتيولا. وبعجنهم كويس. طبعا انا هنا الدقيق بتاعي دقيق حلويات، انتي لو دقيق مخبوزات بتنزلي ب3 كوبايات ونص، اما لو دقيق حلويات بتنزلي ب4 كوبايات. طبعا ادي القوام بتاعنا مظبوط قوي. ومعانا هنا صينية طبعا مبطنينها كده بسمنة، وعليها رشة كده من الدقيق، وبنزل بالخليط بتاعنا. طبعا انا الفرن مشغلاها على درجة حرارة 180، وسبتها تسخن كويس قوي. وطبعا بتدي كده خبطتين للصينية بتاعتك علشان لو اي هوا يطلع كده من الخليط بتاعك، علشان ما يبقاش مخرم كده الكيك بتاعك من جوه. وادي الكيك بتاعنا بعد ما استوى، شايفة جميلة ازاي بجد، يعني في منتهى الجمال، وسفنجية قوي وخفيفة قوي. وتعالوا كده بنقلبها مع بعض. شايفة من فوق وتحت نفس اللون بجد، يعني مش قادرة اقولك هي خفيفة قوي ازاي. وبقلبها كده في الطبق، ويلا كده نقطعها ونشوف جمالها كده من جوه. اهو بنقطعها، طبعا تقطعيها زي ما انت عايزة. شايفة بجد يعني كيكة في منتهى الجمال، هتعجبكم قوي وعالية. شايفة كده الطريان بتاعها مستوية حلو قوي. طبعا هي قعدت حوالي كده تلت ساعة في الفرن، وطبعا كل واحد حسب الفرن بتاعته. اهي شايفة بيضة كده وجميلة من جوه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وباي باي.